السلام عليكم. لو انت صاحب شركة وعندك فريق تسويق، لازم تكون عارف ايه هي المهمات او الوظائف اللي فريق التسويق ده مفروض يعملها، فبالتالي تعرف تحاسبهم على ايه بالظبط. اول حاجة بيعملها فريق التسويق هي بالتأكيد مش الاعلانات، عشان في ناس كتير فاكرة ان التسويق ده يعني اعلانات. لا، هو في الحقيقة الاعلانات ده جزء صغير من الترويج، والترويج ده جزء من التسويق، لكن التسويق ده اكبر من كده بكتير. التسويق بيبدأ يا سيدي الفاضل من أول ما البيزنس بتاعك يكون فكرة في دماغك كده لسه ما اتنفذتش. فكر في التسويق، وفكر في الاستعانة بحد متخصص في التسويق. ليه؟ لأن التسويق وظيفته الحقيقية وهو تعريف من تعريفاته على فكرة هو satisfying customers needs profitably، يعني تلبية احتياجات العملاء مع تحقيق ربح. ده احدى تعريفات التسويق بالمناسبة، ودي الوظيفة الأساسية للراجل بتاع التسويق، إن هو بيدور على احتياج موجود في السوق. بضاعة معينة ناقصة مثلا في منطقة معينة. ناس مثلا بتستخدم منتج معين ولكن في مشكلة كبيرة، فهو هيجي ويقدم منتج بيحل المشكلة دي. زي ما قلنا كده، بضاعة ناقصة في مكان معين فهو هيحاول يوفرها. احتياج معين كده موجود في السوق مش متغطي. الراجل بقى بتاع التسويق وظيفته ان هو يلاقي الاحتياج ده ويشتغل على انه يقدم له حل، فبالتالي يلبي للعميل احتياجه ومن خلاله يحقق هو ربح. دي الوظيفة الاولى بتاعت الراجل بتاع التسويق.